السلام عليكم. في أوائل الألفينات بعد الأزمة المالية الكبرى سنة 2008 ملايين الشباب الأمريكيين من جيل الألفية مواليد 1981 و 1996 لقوا نفسهم بيواجهوا بطالة مرتفعة وبدون استقرار اقتصادي، زي ما حصل لمدينة ديترويت اللي كانت مركز صناعة العربيات وانهار الاقتصاد مرة واحدة. ده اللي خلى كتير من الشباب عاطلين عن العمل وبيواجهوا ديون كبيرة. القصة دي بتفتح لنا الباب على فكرة الكتاب Can't Even How Millennials Becomes a Burnout Generation. جيل الألفية يواجه التآكل، وده مش بسبب ضعف شخصي أو مرض انتشر في الجيل ده، ولكن بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية فرضتها علينا الأجيال السابقة. يلا بينا نبدأ. الفكرة الأساسية التآكل كحالة جيلية. هيلين بيترسون كاتبة ومحللة ثقافية أمريكية بتقول إن جيل الألفية بيواجه حالة تآكل مزمنة ناتجة عن تراكم الظروف، من تربية مكثفة من أهالي جيل البيبي بومرز دول مواليد 1946 لحد 1964، زي الضغط على النجاح الدراسي والرياضي والأكاديمي، وطبعا التغيرات الاقتصادية زي ارتفاع ديون الجامعات وانعدام الأمان الوظيفي بعد الأزمة المالية 2008. التآكل هنا مش مجرد تعب، لكنه شعور بالعجز عن الاستمتاع بالحياة بسبب التوقعات الغير واقعية المطلوبة من الجيل ده. المحاور الرئيسية علشان نفهم التآكل: التربية المكثفة والضغط الأكاديمي. بتشرح إن أهالي البيبي بومرز ربوا أولادهم بأسلوب التربية المكثفة، وده أسلوب تربوي بيتبعوا أهالي الطبقة المتوسطة ومعظم الطبقة العليا عشان يجهزوا أولادهم للنجاح في بيئة تنافسية. الأسلوب ده بيتمركز حول تنظيم وقت الطفل بشكل مكثف من رياضة ودروس وموسيقى وتعليم إضافي ونوادي، مع توقعات عالية للأداء الأكاديمي والاجتماعي. ويقولك الهدف هو بناء شخصية مستعدة لسوق العمل أو الجامعات المرموقة. بس النتيجة الجانبية السايد إفكت هي إن الشباب بيتربوا على إن فكرة الراحة أو الوقت الحر غير منتج، وده بيخليهم يحسوا بالذنب لو ما كانوش دايما بيعملوا حاجة مفيدة. وتاني مشكلة إن الشباب لما يكبروا بيربطوا قيمتهم الذاتية بالإنتاجية، يعني لو قعدوا يوم من غير ما ينجزوا حاجة بيحسوا إنهم فاشلين أو بيضيعوا وقتهم، وده بيؤدي لظاهرة زي الإرهاق النفسي. أما التربية العادية فإنك هتتربى عادي زي ما أهلك اتربوا، وهتلعب وتجري وتستمتع بحياتك، بس لما تكبر مش هتكون جاهز لتحديات سوق العمل اللي محتاجة شهادات وكورسات وعلاقات، بس على الأقل هتكون نفسيا متزن. فأنت فين من النوعين دول من التربية؟ جاهز لسوق العمل ومرهق نفسيا، ولا غير جاهز وفرصك في العمل أقل بس متزن نفسيا؟ طب هل الأزمات خلصت كده؟ لا لسه. تعال. الأزمات الاقتصادية وفقدان الأمان الوظيفي. بعد الأزمة في 2008 انخفضت فرص العمل الثابت وبدأت ثورة الاقتصاد المؤقت. في 2010 نسبة البطالة بين الشباب الأمريكي وصلت 18% حسب إحصائيات مكتب العمل، وكتير منهم اضطروا يشتغلوا وظائف مؤقتة بدون تأمين صحي. ده خلى جيل الألفية يحس إنه بيشتغل باستمرار من غير مكافأة ولا حتى تأمين. أما هنا عندنا مش محتاج أقول نسبة البطالة وصلت كام، والشركات الخاصة بدأت تعمل فينا إيه. أنت عارف كل ده، وده اللي خلى التآكل النفسي يزيد. تأثير التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي. الإنترنت والسوشيال ميديا زودوا الضغط، لأن الشباب بيدخلوا في سباق الشو بتاع الحياة المثالية على الانستجرام والتيك توك. في 2015 في دراسة من جامعة بنسلفانيا أظهرت إن 48% من مستخدمي السوشيال ميديا ما بين 18 و 34 سنة بيحسوا بالاحتراق النفسي بسبب مقارنة حياتهم بالشو بتاع السوشيال ميديا. ولما تعمل لقاء مع الممثلة زوي ديشانيل اللي اتكلمت عن كل اللي على السوشيال ميديا والحياة المثالية، بتقول إنه مجرد شو ولا يمس الواقع بشيء. النقد الاجتماعي. الرأسمالية غير الإنسانية. بيترسون بتنتقد الرأسمالية الحديثة اللي بتفضل الربح على الرفاهية، وده لأنه بيخلي الناس تحس إنها لازم تشتغل فوق طاقتها. وزي ما قالت بيترسون في الكتاب الكفاءة اللي برهناها
زادت من استغلالنا بدل ما تحسن وضعنا. الرأسمالية بدأت تعمل حملات تحببك في الشغل زي افعل ما تحب ولن تعمل يوما، على أساس إنك كده مش هتشتغل يعني. وده خلى الشركات تستغل الشغف الجديد في إنك تشتغل أكتر علشان تحقق هويتك وتاخد أقل. وحتى لو خلصت شغل وحاولت تهرب للتقوقع في البيت، استلم بقى الإشعارات والتعليمات على الواتس أو الإيميلات. ما هو أنت لازم تحب شغلك وسيبك شوية من الإرهاق النفسي ده، في تارجت عايزين نحققه. بالنسبة للنصايح العملية، الحقيقة بيترسون ما بتقدمش حلول سحرية ولا حاجة، لكنها بتقترح حاجات زي اعترف إنك بتعاني من الإرهاق وحاول تحدد أسبابه. لازم تعمل حدود للشغل، حط وقت للراحة بعيد عن التكنولوجيا. التضامن الاجتماعي، اتحد مع ناس بتواجه نفس المشكلة علشان تتغلب على العزلة. إعادة تعريف النجاح، ركز على السعادة الشخصية بدل من السعادة الإنتاجية فقط. التآكل مش مجرد تعب، ده شعور إنك عشت حياتك كلها في سباق ملوش نهاية. الحاجة الوحيدة اللي هتخلص التآكل هي معركة هيكلية، وده هيحتاج تغيير سياسي عالمي جذري. الفكرة النهائية، التآكل لجيل الألفية مش عيب شخصي، لكنه نتيجة تراكم ظروف اقتصادية واجتماعية فرضتها أجيال سابقة، زي ارتفاع الديون وغياب الأمان الوظيفي. تجاهل الإرهاق النفسي بيخلي الجيل يضيع في دوامة الإرهاق، لكن التضامن والتغيير السياسي ممكن يرجعوا الأمل. قول لنا في الكومنتات لو أنت من جيل الميلينيالز، هل في عوامل تانية زودت من مشاكل الجيل ده؟ ما تنساش تشارك الكتاب مع أصحابك علشان الفايدة تعم. كان معاكم محمد إيراني، وطبعا لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر علشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده.